خالد انا ما متفقش معك في هاد يعني الحكم اللي قديتي على ان دائما ضجيج وفوضى. ما كيكونش دائما، بعض الاحيان يعني تحولت الجلسات بعض الاحيان ماشي ديما. كاين جلسات اللي كدوز يعني في جو هادئ، في جو يعني الاحترام المتبادل. هذا من ناحيه الاحترام والاخلاق داخل. اما من ناحيه الكفاءه هذاك شيء اخر. هذاك يعني يختلف من نائب الى نائب، من فريق الى فريق. بطبيعه الحال هذا ما يمكنليش انا غادي ندخل فيه، لان هذا الشيء واقع. هذا يعني نتائج ديال 8 شتنبر كل فريق. لان اليوم الوضع السياسي والبيئه اليوم فاش كنشتغل، والبيئه فاش كدوز الانتخابات، والظروف فاش كدوز الانتخابات، ولا عندها توجه اخر اللي كتفرز لك بعض، انا ما كنسميش بعض الكائنات الانتخابيه اللي فعلا تسيء الى المشهد السياسي. من المفروض يعني ملي كنقول ممثل الامه، من المفروض تكون واحد النخبه اللي فعلا، لان هذاك البرلمان راه هو التشريع، راه كيشرع القوانين اللي كترهن المغاربه لعشرات السنوات. لا يعقل الانسان اليوم اللي كيجي واحد الكائن انتخابي لاهداف اخرى بطرق مشبوهه ويجي يمثل ومولاي يحضر في اللجان وتسولوا خارج من اللجنه مصوت على قانون، تسولوا على العنوان القانون ما كيعرفوش. هذا يسيء لنا اكثر من ديك التجاذبات كتبقى في البرلمان ديال العالم. لا، تجاذبات طبيعيه يعني في اطار صراع سياسي وكذا. ولكن دابا انا سولتك السي رشيد لانه يعني تفاعل البرلمان، طريقه التفاعل ديالو مثلا مع التوجيهات الملكيه، مثلا في موضوع الرساله الملكيه الموجهه الى البرلمان بمناسبه الذكرى 60 لتاسيس البرلمان المغربي، يعني عطى توجيهات لتخليق الممارسه يعني البرلمانيه وكذا. الجواب ديال النواب كان سلبيا على هذه التوجيهات. لا بعض النواب، ماشي كل النواب، اغلبهم. لا بعض النواب فعلا الرساله الملكيه جات تخليق الحياه السياسيه بصفه عامه، وما يمكنناش نحصروا الحياه السياسيه في البرلمان. البرلمان هو جزء من الحياه السياسيه الواجهه، لان اليوم تفجرت عده ملفات الفساد. لان تقريبا دابا شحال برلماني راه في الحبس على ملفات ديال الفساد، وماشي في داخل البرلمان، جرها معاه من برا، رئيس جماعه ولا انسان يتاجر في المخدرات ولا يتاجر في شي امور اخرى، او لا اختلال الصفقات. يتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء رشيد؟ لا كنقول لك هذا الواقع. الواقع ان في هذه الولايه يعني تفجرت ملفات كبيره مع الاسف فيهم برلماني، ولكن الملفات الفساد جايبينهم لان البرلمان عنده التعويض ديالو، ما عنده ما يسرق لا ميزه، ولكن ملفات خارج البرلمان ولكن تسيء الى البرلمان. لا يعقل ان واحد متابع في جرائم الاموال او لا في تبييض الاموال او لا في امور ديال المخدرات وكتلقاه يمثل الامه داخل البرلمان. هذا يسيء لنا جميعا. جلاله الملك يعني فاش دار تخليق و يعني صياغه واحد المدونه ديال الاخلاقيات، تفاعل معها المجلس كمؤسسه وبدلنا النظام الداخلي، ويعني ودارت يعني مواد كثيره في اطار التخليق ديال هذا، وكانت يعني بزاف ديال الاجراءات من اجل تخليق يعني العمل البرلماني، وهذا الشيء دون في النظام الداخلي اللي يلزم الجميع بطبيعه الحال من بعد المحكمه الدستوريه. الاشكال لما راجع هذا الشيء راجع بزاف. اول حاجه راجع على المنظومه الانتخابيه لان لا يعقل، ولكن هي ايضا مسؤوليه الاحزاب السياسيه. غنكمل لك واني جاي السي خالد، ما تزربش. المنظومه الانتخابيه لان باش لا تحرج حتى الاحزاب من بعد في الاختيار الانتخابيه في الاهليه ديال الترشح. اهليه ديال باش يترشح انسان البرلمان كاينه شروط، مثلا اللي كان عنده حكم في اطار تبديد الاموال او الامور جنائيه يمنع الترشح من جوج الولايات. هذا الشيء كان في القانون. خصنا نضيفوا امور اخرى، مثلا واحد متابع حكموا عليه ابتدائيا، وهذا الشيء واقع وما كيمنعوش القانون. ابتدائيا محكوم بعامين ولا 3 سنين. ملي كيجي وقيته ديال باش يترشح كيقول لك ليس بحكم نهائي، دونك مازال عنده الاهليه. انا ما يمكنليش سيد متابع ونحسين فوقاش تحكم محكمه الاستئناف وفوقاش محكمه النقد، يعني تيدوزوا جوج الولايات. هو برلماني. انا اقتراحي هذا شخصي ان اللي متابع في امور اللي هي اخلاقيه، اما تسديد الاموال العموميه، اما في مخدرات، اما في امور اللي هي اخلاقيه، اما يعني يتمنع عليه ويفقد الاهليه ديال الترشح، ومن بعد نهار يجيب براءته ويجي يتفضل يترشح. ولكن السي رشيد يسمح لي نتفاعل معك في هذه النقطه. راه الطامه الكبرى وربما اللي الناس خلق عليهم مشكل وكذا هي ان هذا الامر ينسحب على الجميع. انا شوف، انا ما كنهضرش على حزب، الطيف السياسي، انا شوف استثناءات قليله اللي كنقول لك، اللي ما عندهمش متابعين تغيير في المنظومه الانتخابيه وفي القوانين الانتخابيه ويكون فقدان الاهليه بهذا الشرط، بهذه الشروط. هذا القانون يطبق على جميع الاحزاب.
لان في غياب هذا القانون شنو كيديروا بعض الاحزاب؟ غياب القانون كيكون واحد المرشح عنده حظوظ النجاح، القانون ما كيمنعوش باي حق يمنعوا ذاك الحزب. كيقولوا القانون المنظم ما كيمنعنيش باي حق تسمعني انت، يعني تدينني قبل ان يدينني القضاء. دونك اما الا كانت في القانون غادي ترفع الحرج على جميع الاحزاب، ويكون امور اللي مسطره في القانون. هذه الاهليه ماشي غير حتى اللي ما مخلصش مثلا الضرائب، حتى اللي ما مخلصش السنه، اللي عنده ديون ديال الدوله. يعني بزاف الشروط من بعد النقاش يمكننا نتقدموا بتعديلات، ونتمنى تجاوب معها الحكومه ان نوضعوا شروط اللي هي صارمه من اجل يعني حنا كنا وضعنا تعديل في الولايه السابقه ديال يعني المستوى الدراسي، ترفض مع الاسف، لان ما يمكنش مشرع اليوم غادي يجي بنادم ما عرفش يقرا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.